طيب ايه طبيعه المتجنب في العلاقات؟ انعزالي، ما بيحبش يدي، بخيل في العطاء، حتى في الوقت، بيستغرب جدا لو انت هجمتي عليه بالمشاعر وبدات تديله مشاعر، هو مش عايز ده اصلا، هو انعزالي، هو بيحب يبقى مع نفسه. طب الانعزالي ده بيحصل له ايه؟ صدمه الطفوله بتاعته؟ الرفض برضه، يعني هو الرفض بيدي عوامل مختلفه لما ما انا طفل مرفوض بقى. ما انا صغير حسيت بالرفض، فبعمل ايه؟ بقوم منزوي وعامل عالم لنفسي في خيالي ومن غير اشخاص كتير، علشان انا مش عايز كل شويه حد يرفضني بقى، انا عايزه اريح دماغي. فانا طبيعتي ببقى متجنب، هو اسمه كده في التعلق، شخص متجنب. يجي يكبر المتجنب ده والناس عماله تقول له ما تتجوز يا اخي، ابدا يدخل في علاقات، بس هو اصلا مش عارف يعني ايه يدخل في علاقه، لان هو عمره ما جرب يدخل في علاقه حقيقيه. هو اول علاقه دخل فيها مع مامته وباباه اترفض فيها، فهو ما عندوش ملف للعلاقه المتزنه اصلا. وخلي بالك ان الاب والام هما اول مشهد احنا شفناه للعلاقات.